كشفت صحيفة فناتيك الرومانية عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بوفاة اللاعب الجابوني الراحل آرون بوبينزا مهاجم نادي تيشجيانغ اف سي الصيني الذي وافته المنية الأسبوع الماضي في ظروف غامضة. ذكر صديق مقرب من بوبينزا يدعى عبدول أن اللاعب كان يتعاطى غاز الضحك من خلال أظرف صغيرة، وهو ما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والجسدية. وأوضح أن بوبينزا دخل في حالة من الاضطراب النفسي قبل أيام قليلة من وفاته، مشيراً إلى أنه كان يمر بفترة صعبة. حاول عبدول التدخل وإقناع بوبينزا بالإقلاع عن تعاطي هذه المادة، قائلاً له: أنت تدمر مسيرتك. إلا أن الأخير رفض النصيحة ورد: إذا كانت لدي مشكلة فأنا قادر على التعامل معها. وأشار عبدول إلى أن بوبينزا واصل تعاطي غاز الضحك حتى الليلة التي سبقت الحادثة، بل وحبس نفسه في المطبخ كي لا تتم مصادرة الأظرف منه.